شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك يا حبيب قلبي فيديو جديد وعن طريقة فك حظر ارقام من الواتساب. كود فك حظر اي رقم انت عايزه. المهم انت هتفك رقمك في فيديو ده النهارده. هعلمك ازاي تفك رقمك اذا كان رقمك محظور انتهاك عادي او انتهاك مشدد. تمام، اشرح لك الطريقتين. تمام، الاول كده يا صاحبي انت لازم يكون عندك مدير الملفات ده عشان تقدر تستخرج منه الكود. تمام. الكود هيكون عبر الجيميل. دي واحدة كده. تمام، فانت الاول كده يا صاحبي، لو انت مش مشترك عندك في القناه انت لا مشترك للقناه فعل زر الجرس. لا كومنت الفيديو لو انت اول مره تشوفني. تمام. ده طبعا تبقى عبر الجيميل. اقول لك هتعمل ايه دلوقتي. هتنزل مدير الملفات ده، هسيب لك برضو لينك التنزيل بتاعه في وصف الفيديو. تعمل ايه بعد ما تنزله برضو عشان بس تفك الضغط بتاعه. هتنزل هتلاقي الملف اللي فيه الكود. هتلاقي هو ده كود فك حظر انتاج. تمام، هتخش كده على الكود، تعمل على النص دي. هو عندك هيفتح على طول لوحده. تمام. هنفتح معاك كود بالشكل ده كده. عندك أول حاجة دي جيميل الشركة، عندك الموضوع، عندك الكود، وعندك الرد، وعندك هنا قناة التليجرام بتاعتي. تمام. انت هتجيب الرقم اللي طاير. افرض الرقم ده محظور انتهاك عادي، وبعد كده اقول لك الانتهاك المشدد، الرقم الطاير مشدد مش عايز يتفك، وده بيحاول فيه وده بيحاول فيه مش عارف يفكه. هقول لك كل حاجة برضو دلوقتي. الأول كده أنا بس أمسح الحافظة، زي الحاجات اللي في قلب الحافظة بس عشان أعرف كل حاجة محدش يتلخبط. انت بس ركز معايا وتابع الشرح لحد الاخر. تمام. طبعا انت لازم يكون عندك جيميل جديد. اول حاجه يعني عشان بس تضمن ان الرقم يتفك معاك. جيميل جديد، بس لو عندك جيميل قديم ده تريحك ويفك معاك الرقم بسهوله جدا. تاخد اول حاجه يا صاحبي الجيميل بتاع الشركه، كوبي، نسخ. تمام. تيجي عند الموضوع، تاخده نسخ. نفس النظام هتيجي عند الكود، تحدده كله كده بالشكل ده، وتاخده نسخ لحد الآخر. تاخده نسخ. هتلاقي هنا الكود مفهوش رقم التليفون، انت هتبعت هنا الكود من غير رقم. فانا هقول لك كل حاجة ازاي، برضو هقول لك كل حاجة. هتاخد هنا الرد، تاخد برضو الرد، هاخده كوبي لحد الآخر. تمام. تطلع تخش على الجيميل عندك، هتعمل الجيميل الجديد اللي عندك. طبعا مش هعرف اعمل جيميل عشان عندي جيميلات كتير جدا، فانا هشرح لكم الطريقه دلوقتي. وانت لازم تعمل جيميل جديد يكون متوثق برقم تليفون، يعني تعمله برقم تليفون، ما تعملوش اللي هو جيميل وهم كده. لا، يكون جيميل متوثق برقم تليفون عندك. تمام. تعمل على انشاء، تيجي عند هنا تفتح الحافظه بتاعتك، او لو انت ما عندكش كيبورد زي ده ممكن تاخده كل حاجه لوحدها نسخ وتيجي تحطها هنا لصق. هتاخد الحاجه نسخ وتيجي تعمل لها هنا لصق، تتحط معاك لصق هنا. تمام. انا هستعمل الكيبورد، احط الجيميل بتاع الشركه. تمام. جيميل ده الوحيد اللي هما بيردوا عليه، في جيميلات تانية بس يرد عليها متأخر وبتاع، بس ده اللي هو بيكون ضامن اللي هما يرد عليه. عشان كده انا سايب لك ده. انت عندك جيميلات تانية عايز تحطها عادي مفيش اي مشاكل. تمام. هتعمل ايه تاني؟ تحط كده، هتيجي عند الموضوع، تحط الموضوع اللي هو ده. تمام. تيجي عند انشاء رسالة الكترونية، تحط الكود اللي هو الكبير ده. هتلاقي هنا من غير رقم تليفون، تمسح بس الفاصلة دي. تمام. تخليه مظبوط كده وتبعت من غير اي حاجة. هتبعت كده بالشكل ده. طب استنى يرد عليك، استنى لما حد هما يرد عليك. تمام. مثلا هتعتبر ان ده الرد بتاعهم اللي هما رد عليك بيه. تخش على الرد مهما كان الرد بتاعهم ايه. مهما كان الرد يعني تعمل رد كده، او الرد على الكل عادي. تيجي هنا كده هتحط اخر كود اللي انت خدته نسخ، اللي هو ده. تيجي بقى عند رقم التليفون، هتحط الرقم المحظور اللي انت عايز في كل حظر بتاعه بقى. تكتب الزائد الاول 2 وبعد كده 0 بقى. 0، 10، 0، 11، 0، 12. انت من خارج مصر، الجزائر، ليبيا، السعودية، تحط رمز الدولة بتاعتك الأول. أنا عشان مصري هحط رمز الدولة بتاعت مصر اللي هو زائد 20. تمام. بعد كده تحط رمز الدولة بتاعتك وبعده بقى رقم التليفون من غير أي فاصل، زي ده كده 10 بالشكل ده كده. كأن الرقم ده محظور يعني مفيش أي فاصل، الرقم يكون محطوط بالشكل ده كده. بعد ما تحط الرقم كده تعمل إرسال. تمام. تمام. هما كده ردوا علينا في الرد اللي هو الأول أهو. مهما كان الرد بقى بتاعهم قلتلك هتعمل رد على الكل كده، وتحط الكود وتبعت بالرقم التليفون بقى وتبعت. هرد عليك الرد التاني خلال ساعة بالظبط لو الرقم بتاعك محظور انتهاك عادي. الرقم بتاعك هيتفك في خلال ساعة بالظبط، هيرد عليك الرد التاني وتلاقي الرقم اتفك.
تمام. ده لو الرقم محظور إنتاج عادي. طب لو الرقم محظور إنتاج مشدد أقول لك برضه الرقم محظور إنتاج مشدد بنفس الكود وبنفس كل حاجة. تمام. بص يا صاحبي، الحظر إنتاج مشدد بيكون بعيد عن شركة اللي هو إنتاج مشدد وكل حاجة. طب أنت عشان تفك إنتاج مشدد ده تعمل إيه؟ إحنا عايزين الحظر يتحول من إنتهاك مشدد لإنتهاك عادي. طب إزاي؟ أنت عندك نسخ عكس طبعا، أو تشوف حد عنده نسخ عكس، يعني نسخ حظر أرقام زي دي كده، وهتجيب بند حظر. بند حظر يكون قديم وبند حظر يكون جديد شغال. يعني مثلا بص، خش عندك على القناة، البنود دي بتلاقي موجودة عندك على القناة، البنود اللي هي القديمة أوي. خش على القناة على فيديوهات، هتنزل تحت خالص لا تجيب فيديوهات قديمة مثلا من 7 شهور 8 شهور. في الوقت ده كانوا البنود كلها دي البنود دي بتبقى طالقة دلوقتي. هتجي تخش على أي فيديو تجيب بند حظر يكون نسخ قليلة، متجيبش اللي بيقول لما 5 نسخ و3 نسخ، فعندك بيقول تلاقي نسختين ومن نسخة. تجيب بند منهم وتعكس على الرقم والرقم طاير والرقم محظور، تعكس على الرقم من نسخ كتيرة بقى، من نسخ كده تفضل تعكس على الرقم تخلي حد يعكس معاك. المهم تعكس على الرقم بتاعك هو محظور. لو الرقم محظور انتهاك مشدد. ركز معايا في اللي انا بقوله عشان اللي بقولك ده هو الصح وده اللي بيفك الرقم وعن تجربة مع كل الناس. تمام. بعد ما تخلص عكس الرقم بتاعك بعدها بكام ساعة بالظبط هتعمل نفس الحوار اللي انا عملته هنا. اللي عملته في الرقم العادي تعمله هنا برضو. تبعت، تخش على إنشاء، هتحط الجيميل وبعد كده الموضوع وبعد كده الكود، وتبعت أرد عليك ترد عليهم بالكود الصغير وحط الرقم المحظور بتاعك فيه. خلال ساعات بالظبط هتلاقي رد عليك بالرد اللي هو الرقم اتفك. والأضمن تبعت لهم الجيميلات كتير، يعني انت تبعت مثلا عندي جيميلات كتير، ممكن ابعت من دول كلهم عادي. ده يخلي الرقم يتفك بسهولة جدا. ده صاحبي دي الطريقة اللي بتفك انتاج مشدد، ودي الطريقة اللي هي مضمونة و100%. لو رقمك وزن انتاج مشدد تقدر تفكها بيها، مش هتعرف تفكها بيها تقدر تكلمنا على التليجرام، اللينك القناة سيبلك في وصف الفيديو. وإن شاء الله هفك لك الرقم انت عايزه على صحة الأرقام برضو، كلمة على التليجرام كل حاجة بعملها لك على التليجرام. بس يا صاحبي لو انت وصلت لحد هنا متنساش تعمل اشتراك للقناة، فعل زر الجرس، لايك، كومنت للفيديو. سلام يا شباب.